يكون مشروع قومي كمان لازم يعني الدوله تدعم حاجه زي دي. واحكوا لنا بقى بالتفصيل الفكره جت منين وايه الفكره عشان توصل لكل المستمعين. ازيكم الاول؟ ازيك يا نادين؟ منورانا ومنوره المايك طبعا. منوره وعصام منورنا كمان. ده نوركم. طيب قول لنا بقى، احكي لنا كده الفكره جات لك من انت الفكره اللي جات لك؟ فكره المبادره ايه اصلا؟ فكره المبادره ان احنا من سنتين تقريبا كده لقينا الاوقات اللي بنعدي فيها اوقات صعبه ومفيش حاجه بتتقدم مختلفه وتقول ان في حاجه مختلفه وفي امل وفي نور بيحصل على المستوى الفني، على المستوى يعني مستوى البلد، حاله البلد كلها. وفي نفس الوقت المستوى الفني برضه بتاثر بشكل مباشر يعني ما هو مرايه اللي بيحصل ده حقيقي. وحسينا ان احنا ايه ده، احنا محتاجين نبتدي نجهز اجيال ونشتغل مع اجيال مختلفه فنانين نعدهم من دلوقتي، مش بس الحته الفنيه انما كمان جوانب مختلفه. نشتغل اجتماعيا ونفسيا وعلى المهارات بتاعتهم علشان يقدروا بعد شويه يبقى عندنا جيل يعمل مثقف ويطلع فن كويس. وفي نفس الوقت ودي اهم حاجه عندنا في المبادره انه الفن يبقى مرتبط كمان بتنميه المجتمع. يعني يعملوا فن ويبقى بيأثر في المجتمع بتاعه بشكل ايجابي. بالظبط كده، او بيعبر عنه بشكل برضو مش لازم يكون ايجابي بس يكون بشكل يطلع المجتمع ان هو مجتمع عميق. يعني ما يطلعوش ان هو بدون ثقافة بدون وعي. زي ما انت بتقول ان الفنان لازم يكون اصلا مثقف عشان الفن بتاعه كمان يبقى مراية ليه، يبقى عارف يقرا المجتمع اللي هو فيه وفي نفس الوقت يقدر يعبر عنه ويقدر يعبر عن مشاكله. وبرضه مش لازم كل حاجة تبقى نكد وسلبية وبتاع، بس هو يعني يطلع بقى يعني يقول طب هنعمل ايه؟ يعني دي قراية المشكلة يبقى ليه دور بقى ويدي شوية امل بقى، يدي شوية امل. طيب نادين، ايوه ازيك؟ الحمد لله. ازيكم؟ مبدئيا انت المنسقه الاعلاميه للمبادره، ايه اللي خلاكي تتشجعي للمبادره دي عشان يعني تشتغلي فيها وانت انا يعني غير ان انت فنانه، غير ان انت اصلا فنانه ومذيعه يعني نادين مذيعه وانت بروفيشنال دانسر وكوريوجرافر وايه تاني يعني مغنيه وبتغني التو، فكان لازم تبقى موجوده في حاجه زي دي. اول صف. ايوه في كذا عامل زي ما انت قلت خلاني اعرف عن المبادره واتشجع. اولا ان انا بغني في كورال القاهره الاحتفالي اللي بيقوده مايسترو ناير ناجي اللي هيقدم لنا فقره مهمه جدا في الافتتاح ان شاء الله. وهيدرب كمان الفنانين اللي هيشاركوا. بالظبط، هيبقى مسؤول عن التدريب الجزء اللي له علاقه بالموسيقى والغنى في المبادره. انا بمسي عليه يعني مساءات، احنا بنمسي عليه مسا التماسي يا مايسترو. بشكره، كان نفسنا طبعا ان هو يبقى موجود معانا النهارده. هو مشغول بقى في بروفات وكده فاحنا بنمسي عليه على الهوا دلوقتي. فانت اتحمستي للفكره عشان حسيت ان هي فعلا هيبقى ليها ان شاء الله رب تاثير ايجابي على مش بس المجتمع دلوقتي وعلى الاجيال اللي قدام اللي هي المفروض المستقبل بتاع البلد دي. كحد مهتم بالفن وكحد في الفن سواء في الرقص او المسرح او الغنى وبرده كمذيعه في الاذاعه، فيعني دخلت عرفت عن المبادره عن طريق المايسترو وبعدين تحمست جدا للمبادره. وقررت بقى انه اساعد بقى بفكره التنسيق الاعلامي، انه اوصل المبادره دي لكذا قناه كذا صحيفه علشان الناس تعرف ايه اللي بيحصل. طيب احنا هنسمعك اغنيه حلوه ونرجع بقى نفصص كده المبادره. وانا ما قلتلكش، ما قلتليش اعلانات. هنسمعكم اعلانات فنيه، اعلانات فنيه جدا ممكن تستخدموها في المبادره. ونرجع بقى نمسك كده السكشنز او المناطق او الاقسام يعني او الفيلدز اللي ليها علاقه بالمبادره كلها والفن عموما. كل شباب مصر يسمعونا بقى علشان يعرفوا ازاي ممكن يشتركوا في التدريب ده او ورشه العمل اللي هتتم. بس خليكم معانا بعد الفاصل وبعد الاغنيه كمان، ما تروحوش في حته. ميجا اف ام الاغاني على كبير. فيصل بيحب يفاصل في اقول لك على حاجه، انا مبسوط وانا كمان والله العظيم مبسوط يعني لان هي مبادرات زي دي اللي بتدي امل للناس. الحقيقه احنا بندور كمان، هو من غير ما ندور في مبادرات كتيره دلوقتي بتتعمل في بلدنا، بس هو المهم ان احنا نلقي الضوء عليها في كل المجالات. فاحنا النهارده مبسوطين جدا ان احنا معانا مبادره حلم النور ومعانا عصام فايز لبيب. ايوه مؤسس المبادره بتاعت حلم النور، ومعانا نادين اميل هي طبعا نقول المنسق الاعلامي للايفنت كله ككل. طب دلوقتي انا واحد سمعتكم وتحمست جدا وعايز اخد ورك شوب او ورشه عمل في حاجه ليها علاقه بالفن معاكم، اعمل ايه؟ اقدم ازاي؟
اول حاجه واهم حاجه لازم تتابع الصفحه بتاعتنا حلم النور، بتكتب عربي وانجليزي زي بعض. حلم النور. الويب سايت لازم تدخل برضه، هدور عليه، اسمه حلم النور بالاتش مش مش فرانكو عربي. حلم النور، وسهل قوي يعمل سيرش على جوجل هيلاقيها سهله جدا. بيملى ابلكيشن او حاجه، بيملى ابلكيشن بيقول انا عايز انضم عشان تبتدي تروح له الاخبار بتاعتنا بتاعت المبادره اول باول. احنا على طول كل حاجه بتتباع بالايميل، الناس تعرف ياخد خطوات. اول ما تبتدي يحصل الخطوه اللي بعديها كل حاجه تقريبا هتبقى موجوده بابلكيشن. يملى الابلكيشن، هنكلمه نتفق معاه نقول له الخطوات، بس طول الوقت اخبارنا بتنزل على الصفحه بتاعتنا بالتفصيل وقبليها بوقت كفايه، فالناس تقدر تتابع كويس قوي. طيب عايزه اعرف بقى انواع الفنون اللي هيتم تدريب الشباب عليها. والسؤال الثاني، الشباب هل ليهم عمر معين في الاختيار ولا ايه؟ طيب ناخدها واحده واحده. قولي الاول حته السن والعمر وبعدين نبتدي. يعني حته السن، يعني الفئه المستهدفه هي من 18 ل 25 سنه. تمام. عشان الناس اللي هي يعني بدات تكتشف ان عندها الموهبه او نفسها تسعى للحلم ده، فتكون بالظبط نبدا ياخدوا المعسكر او يروحوا المعسكر او ياخدوا الورش بعدين. تمام. طيب ايه بقى انواع الفنون اللي هيتم تدريب الشباب عليها؟ ناخدها سكشن نبتدي بالميديا. هي الميديا طبعا اتقل حاجه والشباب كمان بيحبوها قوي. احنا هنشتغل في الميديا على الجزء بتاع الاخراج. فيديو، يعني الناس تقدر تخرج فيديو، اخراج، تصوير، مونتاج، كتابه، بيكتبوا سيناريو. دي مفيش اذاعه، مفيش تلفزيون. احنا طبعا راديو لازم. وسويلم بيبص لي. ايوه عيب يا نادين لما تكوني كمان هاتيهم هنا يا نادين. انا بقيت في ورشه عمل للاذاعه. ايديكم معانا. احنا معاكم طبعا. احنا يعني مثلا ده جزء مهم في الموضوع. احنا دايما بنقول على اللي احنا مالكينه في ايدينا. يعني الناس لو معانا حاجه، لو معانا مدربين وعارفين ان هم هيبقوا موجودين معانا وعندنا المنهج بتاع الموضوع وماسكينه في ايدينا نقول. وفي نفس الوقت بنسمع طلبات الناس. يعني لو جالنا الاحتياج اول لو لقينا راديو على حاجه معينه، يلا طب ندور بقى يا جماعه، نبتدي ندور على مدربين عندنا. بس احنا برضو طول الوقت عندنا مواصفات صعبه قوي للمدربين كمان. يعني كواليفايد عشان هم يدوا تدريب ويبقى الكونتنت بتاعه السيلبس برضو حاجه قيمه. وفي حاجه كمان مهمه، يبقوا عايزين يشتغلوا بالحب. لا بس احنا المره دي مش بنتكلم في الحب. احنا الحب يعني اللي هو في المطلق حب البلد وحب افاده الاخرين، لان احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نشتغل مش بس على نفسنا، نشتغل ان احنا نفيد غيرنا كمان. بصوا يعني الامانه من غير شعارات وكلام كده. في ناس كتير عايزه تعمل حاجات، بس ما مصدق تلاقي حاجه جد ومنظمه والناس عايزه تعمل حاجه بيروحوا يساعدوا. يعني المبادره دي احنا بقى لنا سنتين عمالين بنحاول نكون فيها ونشتغل فيها. كل الناس بتساعد. يعني عندنا اسامي فنانين كبار هنقول لكم عليها، عشان حاسين ان انت بتعمل حاجه هادفه وحاجه انت عايز تبني اجيال، مش جيل واحد بس، انهم يبقوا مثقفين وفعلا ياثروا ويفعلوا في المجتمع بتاعهم. ما فيش هدف يعني اعتقد انبل او اسمى من كده. فلوس بقى تيجي بعدين مش مشكله يعني. طيب خلينا هنكمل المبادره. كمان الاقسام اللي هتتدرب فيها الشباب هي ايه؟ وكمان عايزين نتكلم على مقاييس التدريب زي ما انت بتقول، اختيار المدربين عشان الناس كمان اللي سمعانا دلوقتي متحمسه انها تشترك في المبادره دي تبقى عارفه نوعيه التدريب اللي هيتلقوها. طيب هنسمع اغنيه دلوقتي الاسكندريه مخصوص، اهداء مننا ليهم. طيب اهداء لكل الاسكندرانيه. وفوجي بتقول لك عندها امتحان، شد حيلك يا فوجي. وفي ناس كتير بعتلك لك مسجز حلوه. في حد عايز يسمع 7 الليل وانا معاهم. الاغنيه اللي جايه وانا معاهم برضه صوتي. ماشي. اسكندريه ماهيش. وكيل الاعلاني الحصري تليفون 333 750 22، فاكس 333 750 99. انسى الطريق مع تي داتا مع نيفين محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. على فكرة احنا ابتدى يجي لنا فيدباك وطلبات كمان من كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وبتسمع طبعا مبادرتكم الجميلة وهي حلم النور. في مسج مثلا بتقول مساء الخير عليكم، ليه مش بتاخدوا اطفال في التدريب يا جماعة؟ والله الاطفال مهمين كمان، ممكن يبقوا قبل الشباب بدل ما نشوف الاطفال اللي في الافلام بيقولوا كلام اكبر منهم.
لو في طفل موهوب ياخد ثقافه تمثيليه او اعلاميه. دي ساره الضحاوي بنشكرك جدا. عايزه تسمع عبد الرحمن محمد We will do our best. هنحاول نلعبها لك. حاضر. هي المشكله ان مش عندنا اغاني دلوقتي والنت بيعلق، بس هنحاول نلعبها لك يا ساره. انا موافقه ساره جدا في اللي هي بتقوله يعني، بس يعني هنبدا الاول بالفئه دي وبعدين مش هنعرف ممكن في المستقبل ممكن بعد كده نتارجت او نركز على الاطفال. جدا ضروره الفن مع الاطفال وفي التعليم في منظومه التعليم. ولما تبتدي من الصغر بتفرق كتير طبعا جدا. طب عايزين نكمل بقى بقيه الاقسام اللي داخله في المبادره دي واللي هيتدربوا عليها. مره تانية بنقول الشباب من سن 18 ل 25. عندنا في الغنى والموسيقى، فدول هيبقى ماسكهم مايسترو ناجي او مشرف عليهم. تمام. وهو اللي عامل البروجرام بتاعها. ففي الموسيقى عندنا البيانو والجيتار والايقاع الدرامز. اوكي. فالناس اللي هتبقى بتقدم في الالات دي الثلاث آلات دول، وهيبقوا بياخدوا بقى اصول يعني كمان اصول المزيكا. يعني فكره النوتة، فكره حاجات عشان يبقوا في مش بس بننمي المهاره والموهبه، لكن برضو في اكاديميه في الموضوع. والغنى برضو هو برضو مشرف عليها، فكره برضو الاكاديميه في المزيكا عامه. اوكي. ده كده تاني فيلد بعد الميديا. هيبقى في ورك شوبس او هيبقى في ورش عمل، وهيبقى ماسكها زي ما قلتي المايسترو الكبير. طيب تمام. ايه اللي بقى اللي بعديها؟ السكشن اللي بعديه او الجزء اللي بعديه؟ عندنا الفنون التشكيليه. عندنا فيها برضو واخدين جزئين، الرسم والنحت. ايه ده؟ الله. احنا حلو جدا. طبعا السؤال طول الوقت عايزين حاجات اكتر. الناس عماله يعني زي العزف كده، الناس عايزه حاجات اكتر. لان في كمان انواع كتير قوي من الفنون يعني. احنا يعني طول الوقت اللي في ايدينا بنبني عليه. فعندنا الرسم، عندنا فنانه شابه صغيره يعني احنا بالنسبه لنا موديل كده ونموذج عايزين نقول للشباب يعني اسمها سحر عبد الله. دي شاطره جدا واخده كميه جوائز لا باس بها، وهي مركزه في موضوع الرسم معانا. معانا في النحت فنان اسكندراني اسمه مايكل عادل. نحييهم. لا يعني والناس تحمسوا للفكره من اول ما سمعوا يعني. هي مده التدريب اللي الشباب يعني يستمروا فيها تبقى قد ايه؟ التدريب دي يعني عمليه معقده شويه. يعني هي سهله لكن صعبه في نفس الوقت. بتفرق من مجال للتاني كمان. احنا سايبين يعني في حاجه اوليه لازم هتحصل، ده زي معسكر تدريبي هنلم فيه بعد انترفيوهات ومقابلات الشباب هيجوا. هناخد 200 شاب وشابه بس في كل المجالات. والمعسكر ده هيبقى زي انترفيو كبير، هيشتغلوا مع بعض يبقى كام يوم في اسكندريه؟ ده هيبقى 6 ايام في اسكندريه. وبعد كده بعد ما يعني بيحصل زي نظام تصفيه كده يعني. احنا طبعا نفسنا كل الناس تيجي، بس يعني عارف اللي هو ايه اللي هيمشي هو اللي هيقول لنا مشوني، انا مش ملتزم، انا مش عايز اشتغل مع ناس، انا مش عايز اطور في نفسي. ناخد كل الناس، وبعد كده كل مدرب هياخد المجموعه بتاعته على حسب بقى طريقه او طبيعه الفن اللي هو بيقدمه. يعني هيبتدي ينزل معاهم وطريقته في التدريب. بس هو في جزء كمان اساسي اللي هو الشغل العملي. يعني المعسكر ده هيبقى زي حضانه، لكن الشغل العملي بقى اللي هو لو حد بيصور سينما هينزل لوكيشن تصوير، لو حد ينزل المطبخ نفسه ينزل بقى المطبخ ويديك الدعك المظبوط، عشان في الاخر نطلع فنانين عظمهم ناشف وشغالين. اخر مرحله بقى اللي هي بعد بقى ما تمام هبتدي بقى نطلع مشاريع كلهم مع بعض. هيشتغلوا على تقريبا 4 مشاريع اساسيين. فيلم كبير، مش كبير دي مش شرط ان هو يعني حاجه انتاج ضخم، لكن كبير يعني هم هيطلعوا انتاج كويس. المخرجين مع بعض او كل قسم الميديا هنشتغل على اوبريت كويس قوي. هنعمل معرض هنطبق اللي اتعلمناه يعني. بس عمل بشكل بروفيشنال. طب ما تيجي نسمع بقى اغنيتكم اللي انتوا عاملينها مخصوص علشان المبادره دي. واللي طبعا اسمها برضو حلم النور. قولوا لنا كلمه عليها كده قبل ما نسمعها. ودي طبعا اكسكلوسيف، اول مره حد هيسمعها صح؟ اول مره حد يسمعها، ده حتى في ناس في الفريق ما سمعوهاش. لا يا راجل. طب كلهم سامعيننا دلوقتي؟ عايز اقول لكم المغنيين اللي غنوا فيها اول مره يسمعوها على بعضيها. كلهم افتحوا ميجا اف ام. شرف لينا والله. رباب، مصطفى، فادي، صافي، يعني برضو كلهم بالمناسبه يعني 6 فنانين شباب تطوعوا ان هم يغنوا معانا كلهم، وهتسمعوا اصواتهم وهتنديسوا. كلمات والالحان كلمات نعيم عاطف، استاذ نعيم عاطف، الحان هاني روماني، توزيع توني مجدي، والاغنيه هتعجبكم. بنحييهم كلهم متأكدين. يلا نسمعها وهنرجع نكمل معاكم مبادره حلم النور. ما تروحوش في حته.
اف ام. مكملين معاكم مع ضيوفنا طبعا العزاز جدا علينا، عصام فايز وهو مؤسس مبادرة حلم النور، ونادين إنيل وهي المنسقة الإعلامية للمبادرة. وعايزين بقى نقول بقية الأقسام علشان الناس تطمن. احكي لنا بقى كل الحاجات عن الرقص المعاصر يا نادين. فاضل قسمين، الرقص المعاصر والكتابة الأدبية. تمام. فهنبقى بنعمل برضو يعني في السلسلة من الورش شغالة على المجالين دول. عندنا في الكتابة الأدبية فكرة الرواية، كتابة روائية أو قصص قصيرة، الإشراف لدكتور سحر الموجي زي ما قلنا في الأول. نحييك. وعندنا كمان الرقص المعاصر. ويعني بالنسبة للرقص المعاصر يعني شايفة إنه حاجة مهمة قوي إن تبقى موجودة في الفنون كلها، لأنه زي ما أنتم عارفين يعني كتير كده من الثقافة اللي عندنا سواء جت من السينما أو جت من نصلح فيها، احنا شغالين عليها. لودينج هو ده اللي احنا بنعمله، يعني نعمل تنمية انه يعني ده فن من الفنون وفن راقي جدا وفن تعبيري، وبيتطلب كمان سكيلز او مواهب مختلفة، مجهود بدني عالي جدا. بالظبط كده. فده يعني الرقص المعاصر طبعا من الحاجات من الفنون اللي احنا هنبقى بنشتغل عليها. طيب قول لنا بقى كده يا عصام، انتوا مش بس هتبقوا مركزين في محافظه واحده ولكن في 4 محافظات. قول لنا ايه هم ال4 محافظات والبروجرام بقى هيبقى ماشي ازاي والدنيا هتبقى عامله ازاي. طيب انا بس عايز اقول في الاول احنا كان ينفع نسهل على نفسنا نشتغل في القاهره او القاهره في اسكندريه، دول من الملاعب بتاعتنا. يعني عندنا اكبر ملاعبين. لكن احنا عندنا اصرار من الاول ان احنا نوصل لحتت بعيد وحتت مش مخدومه ومهمه. حتت مهمه قوي. فاحنا وفي مواهب كتيره جدا. احنا دايما بنسمع عن ناس من المحافظات الثانيه ومحدش يعرف عنهم حاجه، ومواهب قويه جدا، وبيضطروا يجوا القاهره او يروحوا اسكندريه، ففعلا محدش يعني بيروح لهم بالظبط. وده بيصعب الموضوع على فكره، وبيخلي حاجات كتيره، مواهب كتير بتروح يعني بتضيع بسبب الحته دي. فانتوا هتروحوا القاهره واسكندريه، المنيا، اسيوط. بالظبط. برضه نفسنا نروح حتت ابعد، يمكن بعد اللفه الاولانيه نتحرك ابعد شويه. طيب كل محافظه هتعملوا فيها ايه بقى؟ كل محافظه عندنا الحفل الافتتاحي ده احنا اصرينا ان احنا رغم كل المجهود اللي فيه ان هو ما يتعملش في القاهره بس، يتعمل في كل محافظه هنروحها، نعمل نفس الحفله افتتاحيه وفيها حفله كبيره حفله كبيره. المواعيد نادين. تمام. احنا عندنا اول حفله في القاهره يوم الجمعه اللي جايه الساعه 8 في الايورت هول في الجامعه الامريكيه. بالظبط، الجامعه الامريكيه اللي في التحرير. شكرا بالظبط كده. ايوه كده. والدخول اللي هيبقى من محمد محمود عشان برضه الناس تبقى عارفه بالظبط يعني. وكل الحاجات دي برضه موجوده على البوست اللي احنا نزلناه على الفان بيج بتاعتنا، وهي انسى الطريق مع تي داتا بالعربي بفرانكو عربي. بالظبط كده. فدي اول حفله اللي في القاهره. تاني حفله هتبقى عندنا في اسيوط في مسرح قصر الثقافه يوم 21 نوفمبر. 21 نوفمبر في اسيوط. بالظبط. المنيا هتبقى 22 نوفمبر في مسرح ديوان المحافظه. 22 نوفمبر يعني تاني يوم. عيد السفر. على طول نلقى الكاب ونمسك. برافو عليك والله. وبعدين ختامها في اسكندريه يوم 29 نوفمبر. ربنا معاكم. يعني انتوا كمان مش رايحين القاهره اسكندريه مثلا بعدها، لا ده انتوا رايحين المنيا وبعدين اسيوط وبعدين ترجعوا تاني لاسكندريه نظرا لبعض الظروف. نهار ابيض. لا ربنا معاكم، هنستناكم عند البوابات. وعايز اكد برضو يعني شوفوا رغم ده كله كل الناس الفنانين اللي جايين وبيعملوا الحفلات دي ناس متطوعين. الناس مصدقه في اللي بيحصل، والناس كلها مقرره ان هي تيجي وتساعد معانا وتشارك معانا في المحافظات. وجوه الكلمه السحريه اللي بتحصل يعني بيتشجعوا فعلا بيها قوي. نقول لهم احنا رايحين الصعيد، احنا عايزين نيجي معاكم، احنا عايزين نعمل حاجه في الصعيد، احنا فعلا. طب عندي سؤال دلوقتي، لو اي فنان في اي فيلد او اي مجال من المجالات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي والورك شوبس دي، عايز يتطوع وتحمس دلوقتي للفكره بتاعتكم وعايز يتواصل معاكم برده من خلال الفان بيج، يقول لكم انا مثلا في الفيلد الفلاني او في المجال الفلاني وعايز اجي اتطوع وادرب الشباب دول كمان. بالظبط. ويا ريت يشرفنا في حفل الافتتاح، يعني لو هو في القاهره ايا كان بقى هو في اي محافظه يشرفونا. بالظبط كده. طيب احنا هنسمع اغنيه وهنرجع نكمل معاكم برضو التفاصيل التانية الخاصه بمبادره حلم النور اللي لسه بيسمعنا حالا دلوقتي. هي مبادره لتدريب الشباب من سن 18 ل 25 في مجالات مختلفه جدا طبعا فنيه. فخليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل وتشتركوا ازاي للمره الثانيه برضو عشان كل الناس المهتمه. اغنيه 7 الليل يا سويلم. ايوه حسيت من اول خلي المايك بتاعي انت تؤمرني اسمعوا الاغنيه دي. عزوم ولا بلاش؟
اعمل اللي انت عايزه، بس انا بقول تاخر يعني لبكره. طيب خلاص هنبعد كتير. ان انتوا رايحين الصعيد بقى بنمسي على الصعايده كلها. شباطين سامي منصور على ميجا اف ام. انسى الطريق مع تي داتا مع نيفين محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. طيب لسه مكملين معاكم وانسى الطريق مع تي داتا. طبعا النهارده في حلقه الاندر جراوند معانا مبادره حلوه جدا ان شاء الله تشوف النور، وهي مبادره حلم النور، ومنورنا في الاستوديو عصام فايز وهو مؤسس المبادره، ومعانا طبعا نادين إميل نقول الاعلاميه المتالقه ومنسقه الاعلاميه لهذه المبادره، وان شاء الله تشوف فعلا النور، وان شاء الله الشباب هم الامل ويتاسسوا على ايديكم، ويبقى في بدل المبادره 2 و3 و4 و10. واحلى حاجه انتوا قلتوها ويمكن كمان عصام قالها، ان الناس لما بتعرف ان انتوا محتاجين مساعده في المكان الفلاني، سواء كانوا فنانين بقى، تشكيليين، فنانين، مخرجين، اي حاجه، الناس عايزه تساعد، وزي ما انت قلت لو لقوا حاجه جاده فعلا بيدوسوا فيها على طول. خليني اخد من كلامك بقى، والنهارده ما تبقاش بس الدعوه للشباب اللي عايزين يتمرنوا ويشتركوا في المبادره دي، لكن كمان الفنانين اللي عايزين يشتركوا في تدريب الشباب. يعني زي ما انتوا بتقولوا ان اكيد في فنون جديده بتطلب منكم، ففي حاجات انتوا محتاجين لسه تغطوها، فليه لا الفنانين اللي سامعيننا دلوقتي ما يشاركوش هم كمان؟ اهلا وسهلا بيهم. يعني فعلا في احتياج كبير، بس يعني الناس لازم تبقى عارفه هيبقى في شغل كتير والتزام كبير. ده اللي احنا اساسا بنحاول نعلمه للشباب. احنا يعني مش بنعلمهم فن بس، ده اللي انا باكد عليه، احنا بنعلمه يعني الالتزام والاخلاق والمهنيه، خلينا نقول. ده حقيقي. انا في سؤال جه في دماغي، هو يعني مبادرة زي دي ما حاولتوش تنسقوها مثلا مع وزارة الثقافة، يساعدوكوا بريسورسز، يساعدوكوا لو عندهم ناس مؤهلين اكيد يقدروا يساعدوا ان هم يدوا الورك شوبس دي معاكوا؟ ما جربتوش توصلوا لاي حد في وزارة الثقافة؟ في مساعدات بتحصل كده دلوقتي يمكن بشكل بسيط، يعني المسارح اللي في المحافظات في مسارح منها مفتوحة تبع للدولة، ادوها لنا لما لقوا المبادرة دي جادة وفهموا الموضوع. قلنا المسارح اللي هنعمل فيها الحفلات دي، يعني في اسكندريه وفي اسيوط نفس الموضوع. وطبعا احنا بنتحسس خطانا، يعني احنا رغم ان احنا عاملين شغل، احنا بقالنا سنتين بنجهز، لكن احنا الى حد ما عارفين بس برضو اهلا وسهلا باي حد، ويعني نحب يعني اي حد. خلينا نقول كمان ان احنا كمجتمع مدني احنا محتاجين ان يبقى عندنا ادوار في الارتقاء بالمستوى عامه، سواء الفني او الثقافي او يعني مش خلينا نطلع بره الفكره دي، ان احنا محتاجين دايما ان الدوله هي اللي تقوم وهي اللي تعمل. الدوله هتلاقي على ايه ولا على ايه؟ واحنا هنعمل ايه؟ يعني احنا هنفضل قاعدين كده في مكاننا؟ لازم نشتغل احنا كمان. ده حقيقي، وده يعني دي حاجه مهمه اللي انا هقوله، ده بالنسبه لي اهم حاجه حاصله، انه المبادره دي قايمه على كتاف 30 شاب وشابه كلهم متطوعين من 5 محافظات. ناس بتدفع فلوس من جيبها، ناس بتلم تبرعات من جيبها. احنا عاملين اختراع كده، بنلم الفضه اللي في جيوبنا لو اول ما نروح نحطها في بطرمان ونرجع نلمهم، نبص نلاقي عندنا كل شهر 1000 جنيه 800 جنيه على يعني الموضوع مبني كله فعلا، ونلم من قرايبنا ونلم من الناس اللي نعرفهم، واي
حد يتشجع يدينا فلوس عشان نقدر نعمل مش عارف ايه. تفكير وتخطيط والتزام بقالهم سنتين، دفعوا مواصلات من جيوبهم، بيتوا في القاهره في هدف مصممين توصلوا له. سنتين التزام رهيب، كله قايم على اساس ان احنا عايزين نعمل حاجه. ان شاء الله ده اللي هيتنقل للشباب اللي هيجوا يحضروا ايا كان بقى الورك شوب اللي هيختاروها، ان شاء الله ده اللي هيوصل لهم للالتزام ده، وفعلا تبقى حاجه مؤثره. احنا قلنا في بدايه الحلقه ان فعلا الفن هو مرايه المجتمع. طيب خلينا كمان بقى نقول للناس اللي سمعانا دلوقتي على الفنانين اللي هيشاركوا في حفل الافتتاح، عشان كمان الناس تتحمس ان هي فعلا تروح تشترك، ويبقوا واثقين الناس اللي هيدربوهم هيبقوا عاملين ازاي. بالظبط، احنا هيبقى عندنا عرض في كذا فنان، فهيبقى عندنا كورال القاهره الاحتفالي بقياده مايسترو ناير ناجي، هيقدموا لنا اغاني بالعربي، اغاني السيد درويش، عواطف عبد الكريم، بتوزيع في فويسز، يعني توزيع كلاسيكي، حاجه حلوه جدا يعني الناس هتنبسط منها. عندنا اشعار لامين حداد والاحمد حداد، وعندنا فقره برضو رقص معاصر لفرقه اسمها نوت للرقص المعاصر، فرقه مصريه برضو بتبني نفسها، ويعني دول العروض الفنيه اللي هنشوفها في حفل الافتتاح. طيب تمام. طيب تقولوا لنا برضو الويب سايت بتاعكم عشان الناس كلها بقى ايه، انا عايزه تعرف معلومات اكتر. هو سهل قوي، www.حلمالنور.com. حلم النور HELM بالظبط، النور ELNOOR كلها لازقه بعضها طبعا. حلم النور، ولو صعب بس يكتبوا جوجل باي شكل هتطلع لهم، ويقدروا يلاقوها على الفيسبوك برضو، وده مهم قوي، وعلى الفان بيج بتاعتنا برضو. طيب نسمع اغنيه. تحبوا تسمعوا ايه؟ احنا النهارده يوم الاندر جراوند، عجبتني سبع الليل دي. حلوه. بصوا بقى احنا كل اغاني الاندر جراوند باندز بتاعتنا متميزه جدا. الاغنيه اللي جايه برضو حلوه جدا لفرقه صوت الشارع، وهي اسمها مصر بالليل. الاغنيه دي انا متاكده انها تعجبكم. دي حلوه قوي. يلا بينا نسمعها وهنرجع نكمل معاكم. ومحمد سويلم على ميجا اف ام. طبعا لازم شكر اخير للطاقم اللي انتوا عايزين يعني تشكروه على الهوا. فاكر الاسامي كلها؟ انا بالذات المغنيين الشباب اللي قوموا الاغنيه الجميله اللي سمعناها كلهم، مصطفى سامي، رباب ناجي، ريم نسيم، صافي، فادي سعد، فادي مينا. المجموعه دي من الشباب قرروا ان هم يتبرعوا ويغنوا وحبوا الموضوع، فبقت اصواتهم عندنا زي اصواتهم جميله، واحنا بنحييهم كلهم هم طبعا، والملحن والموزع. وقلت لنا كمان في كليب قريب للاغنيه دي، فاحنا مستنيينه بقى نشوف النهارده بالليل ان شاء الله. هينزل النهارده بالليل، والكليب اخراج رامي سمير، الاغنيه اسمها بحلم، فاستنونا بقى على البيج بتاعتنا. نزل لنا الاغنيه ما تنزل على الفان بيج بتاعتنا برده كمان. اوكي. هي الاغنيه كانت تحفه، واكيد الكليب هيبقى حلو جدا، وان شاء الله كل المبادرات بتاعتكم يعني تعمل صدى كبير جدا. واحنا مبسوطين جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده، ومبسوطين ان انتوا كمان اخترتونا ان احنا نبقى صوتكم يعني عن المبادره والايفنت بتاعكم ان شاء الله. وده واجب علينا وواجب على كل الاعلام المصري، مش احنا بس. وعايزين بقى نشكر ال 30 شاب وشابه اللي شايلين الموضوع ده على كتافهم كلهم، بنسلم عليهم كلهم، بنسلم عليهم كلهم جدا، وبنضرب لهم تعظيم سلام، وانتوا نورتونا. من غيرهم حلم النور مش هيبقى موجود. انا بس يهمني بقى ان انتوا كمان تتورطوا معانا. لا يعني لو عايزين نتورط بالعكس، ده احنا مبسوطين جدا ورايحين بخطى. احنا جايين نتورط على طول. هنشوفكم يوم الجمعه بقى ان شاء الله. نورتونا، شكرا. بشكركم جدا، وكملوا معانا الساعه الثانيه ان شاء الله، وهيبقى معانا كشكول باند. خليكم معانا.